يا صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين، وحشتوني حبايب قلبي كتير من الفيديو اللي فات. النهارده يا بنات راجعين لكم بغداء بسيط جدا، وغدا طعمه جميل، وغدا سهل، وفي ثانيه هتكوني محضراه، وبكل سهوله تعملي احلى غدا لاولادك، وهيعجبك وهيعجب كل اللي هياكل منه ان شاء الله الرحمن. هنعمل ايه النهارده يا دودو؟ هنعمل صينيه بطاطس بالفراخ ني في ني كده يا بنات، بس حاجه 10/10، حاجه لوز اللوز. اتمنى يا حبايب قلبي الحلوين تحطوا لنا اللايك الجميل ما تنسوهوش، وكومنت جميل منكم يفتح نفسنا عشان نكمل معاكم على خير يا رب باذن الرحمن. هنا زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي، انا حضرت الفرخيه بتاعتي، قطعتها 4 ارباع ومنضفاها كويس جدا، وحضرت البطاطس مقشراها وقطعتها تخين. طبعا قرنين الفلفل لا غنى عنهم. شايفين الفراخ بتاعتي ما شاء الله منضفاها كويس جدا، ونقعتها في خل وليمون وبحط معاها حبايه طماطم لو في طحينه، بس الطحينه غاليه جدا اليومين دول، فانا بحط معاها ايه حبايه طماطم في ميه النقع كده. صدقوني بتشيل الزفاره بتاعت الفراخ خالص، والليمون والخل بتخليها 10/10. والبطاطس بتاعتي مقطعاها تخينه زي ما انتم شايفين، انا بحب اقطعها تخينه شويه عشان ايه وانت بتاكليها كده تلاقيها دسم معاكي كده تبقى تحفه. وهنرص بقى البطاطس بتاعتنا كده، والبصل ني، والطماطم محضره شفشق الخلاط مليها طماطم كويس جدا، وبصراحه بتبقى طعمها تحفه. تنزل كده الدهون اللي في الفراخ كده مع تشرب من الطماطم كده، الفراخ بتستوي في قلب الطماطم على النار الهاديه. واي لحوم صدقوني اي لحوم تحطوها على نار هاديه بتبقى دايبه دوب، وبيبقى طعمها تحفه، بتبقى حاجه ما شاء الله تبارك الرحمن. جربوها وتعجبكم الطريقه باذن الله. هنرص البطاطس زي ما انتم شايفين كده يا بنات في قعر الصينيه اللي هنحطها في الفرن. طبعا رص عشوائي يعني مفيش اي مشكله خالص لاي ترتيب، مش بنرتب طبقات ولا حاجه، احنا بنرص رص عشوائي. وزي ما انتم شايفين كده هنحط بقى الايه الفراخ بتاعتنا. فانا هنا لقيت الفراخ ما شاء الله كانت كبيره وعاليه شويه، فحطيتها هي على الارض مباشر، وخليت البطاطس تبقى جنبها بحيث تبقى الصينيه تاخد كل الكميه بتاعتي. اتمنى يا حلوين اللي وصلت معانا عند هنا تحط لنا اللايك الجميل، وتشاهدني مشاهده كويسه بالله عليكم، عشان ان شاء الله الفيديوهات ترجع تترفع تاني، والمشاهدات ترجع تاني. انا عندي المشاهدات بقت صفر بصراحه، والدنيا اتدمرت عندي في القناه، واتمنى تساعدوني تقفوا جنبي ان ارجع اقف على حيلي تاني باذن الله، واكمل تاني باذن الرحمن. هنحط هنا البصل بعمله شرايح حلقات زي ما انتم شايفين كده، بيبقى طعمه جميل وبيخلي ريحه الاكل حلوه. البصل الني في ني ده بيبقى جميل جدا والله يا بنات. طبعا الجو حر، وتلاقي الواحد دلوقتي يعني نلاقي الاكل اللي فيه تسبيكات وكده تقيل على المعده، اما الاكل ما بتعمليه خفيف بيطلع طعمه خفيف جدا وحلو على المعده، والطعم حلو وكل حاجه حلوه فيه، وسهل، وفي ثانيه نكون عملنا غدانا. مش مكلف ومش اي حوارات ولا تقليه ولا الحوارات دي، حاجه سهله جدا. لو انت مستعجله وصاحيه من النوم مثلا متاخره وعايزه تجهزي غدا لاولادك، في ثانيه هتكوني جهزتي الغدا. يعني انا لما اجهز صينيه البطاطس دي واحطها في الفرن على ما تستوي، بكون انا جهزت الرز بتاعي، شويه رز بشعريه جنبهم بيطلع حاجه 10/10، وفي ثانيه بكون جهزت احلى غدا، وتاكلوه بالف هنا وشفا يا رب. هنا انا بحاول ايه ان انا افصص كده البصله بتاعتي، بحيث ترمي ايه اكبر كميه على على وش الفراخ ووش البطاطس، بيبقى شكلها حلو وبيبقى طعمها حلو برضه، هي متحمره من فوق كده. زي ما انتم شايفين كده يا حلوين ما شاء الله والله العظيم الريحه تبقى جنان. وطبعا البهارات بقى ما تنسيش البهارات يا حلوين، البهارات اللي بتحبها دايما، اللهم صل على النبي، الكمون والفلفل الاسود، السبع بهارات، الحاجات دي بتخلي ريحه البطاطس حلوه بالذات لما يبقى فيها فراخ. ولو حطيتي بقى فص مستكه صغير كده مع البطاطس بالفراخ دي، والله بتوديها في حته تانية خالص. انا لسه ماما قايله لي على الفكره دي قريب، يعني انا ما كنتش بستخدم المستكه، بس لما استخدمتها لقيتها فكره جميله جدا ولقيتها تحفه، وهتعجبكم باذن الله. وطبعا بقى الطماطم بعد ما حطيت البهارات وحطينا الملح وحطينا كل حاجه، نزلت بالطماطم ونزلت بايه برشه زيت كده خفيفه، وبالمنظر الجميل ده ودخلتها الفرن. نبدا بقى نعمل شويه رز بشعريه في ثانيه، ثواني ثواني، مش هياخدوا مننا اي حاجه. في ثانيه حطينا الزيت بتاعنا يدفى، وبنزل عليه بالشعريه. طبعا انا جايبه شعريه فرط بحبها، ببقى اجيبها من السوق، اوفر شويه وبترمي معاك كميه اكبر يعني. دي لو انا في السوق، لكن لو جبت من المكان اللي انا فيه بجيب من السوبر ماركت اللي عندنا، بجيب في الكيس اللي هي اللي احنا عارفينها دي. وهنحمر بقى الشعريه بتاعتنا الجميله دي. الشعريه لازم تحط ايدك فيها كتكوت انت وهي البنات طبعا الصغيرين اللي لسه داخلين المطبخ،
طبعا كلنا اساتذه، الستات الكبار كلنا اساتذه في المطبخ حبايب قلبي. لكن انا بتكلم في النقطه دي البنوتات الصغيره، ان لازم تحط ايدك في الشعريه وانت بتحمريها، تقلبيها على طول، مش تسيبيها عشان مش حبايه تتحمر وحبايه ضنها بيض. لا، هنحط ايدينا فيها على طول، بص تلاقيها كلها خدت لون واحد في نفس الوقت. هنا الرز بتاعي انا غسلاه كويس جدا وصفيته، ونديله تشميعه خفيفه كده يشمع بالزيت معانا عشان تطلع معاك الرز مفلفل وجميل. انا شفت ناس بتحمر الشعريه زي ما انتوا شفتوا كده، وبعدين تنزل عليها بالميه تاخد لها غلو، وبعدين تنزل فيها بالرز. فبصراحه مش عجبتني الطريقه دي، لقيت ان احسن ان احنا نعمله زي ما انا بعمله قدامكم كده، بيطلع كله يستوي مع بعض، وبيطلع كله حاجه 10/10. والرز بيتشمع كده مع الشعريه في الزيت، بتغلف بيه وبقى جميل. هنا في الفتره دي بكون مجهزه بقى الميه بتاعتي والملح. ما تنسوش الملح يا كتاكيت، لان انا في معظم الاحيان بعد ما بعمل الخطوه دي بروح اجيب برطمان ملح احطه جنبي على الحوض وانسى احط ملح. تقولي لي ليه؟ اقول والله ما انا عارفه انا فيا ايه اليومين دول، ادعوا لي. الدنيا ملخبطه ماشيه معايا بالعكس. ربنا يصلح ما بين ايدينا وما بين ايديكم يا رب، اللهم امين يا رب. ننزل بقى بالميه بتاعتنا، مش هياخد معاكي 10 دقايق هتطلعي احلى حبه رز بشعريه، وحاجه 10/10. على ما البطاطس تستوي هيكون الرز استوي، وهتاكلوا غدا سهل وسريع في ثانية، في ثواني ثواني كده عملنا أحلى غدا. وأحلى صينية بطاطس وقطع قطعة فراخ بتاكليها بتبقى دايبة دوب، عجبت كل اللي أكل منها. وصينية البطاطس شايفين شكل التسبيكة والتقلية، تحس إن احنا مسبكين، بس زي ما انتوا شفتوا ده كله ني في ني، والطماطم مسبكت معاكي وخدت لون جميل، والبطاطس شكلها جميل. اقسم بالله كان غدا سهل وسريع وطعمه تحفة يا بنات. واتمنى الفيديو يكون عجبكم. والحته التصوير البنات على فكره انا كنت في الفتره دي بصلي وهم جهزوا لنا الغدا بسرعه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، متنسوش اللايك. اشوف وشكم على خير، يا مع السلامه.